هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 13 من أبريل 2020، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار وهذه عناوينها. القوى الوطنية الإريترية توجه بيانا مشتركا إلى الشعب الإريتري بخصوص تفشي وباء مرض الكورونا. سفير النظام الإريتري بالدوحة يستمر في نهجه بتطوير قيادة الجالية واستقلال مواردها لصالح أنصار النظام. هروب العشرات من السجناء من سجن سنبل في العاصمة الإريترية أسمرا. كانت هذه عناوين النشرة وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. وجهت القوى الوطنية الإريترية بيانا مشتركا إلى الشعب الإريتري جاء فيه شعبنا الإريتري في كل مكان، وفي هذا الوقت الذي تفشى فيه الوباء الذي يعرف بمرض فيروس كوفيد-19 وبات ينتقل بسرعة النار في الهشيم إلى العالم بأسره، وتسبب في وقت وجيز حتى الآن في إزهاق آلاف الأرواح من البشر وإلحاق خسائر جسيمة في اقتصاديات الدول، وفي وقت أكدت فيه التقارير على أن الوباء انتشر في هذا العالم الذي أصبح كقرية صغيرة بسرعة مخيفة، وطال حتى الآن 203 من دول العالم، وحصد أرواح أكثر من 42528 شخصا. نتوجه بهذا البيان لنؤكد لك شعبنا العظيم على قلقنا البالغ على وضعك، ولنعبر لك عن استعدادنا لتقديم كل ما نستطيع من أجل تجاوز هذه المحنة الطارئة. إريتريا مثلها مثل بقية دول العالم لم تسلم من هذا الوباء، إذ تؤكد التقارير الواردة من هناك أن عدد الإصابات المؤكدة فيها قد بلغت 22 حالة حتى الآن. هذا الرقم هو فقط ما تم تأكيده عبر الفحوصات الطبية حسب بيانات أجهزة النظام الإريتري، ولكننا نتوقع بأن الأرقام على أرض الواقع هي أكبر من ذلك بكثير، حسب ما لاحظنا في تجارب بعض الدول التي مرت بمثل هذه المراحل. إن حتمية انتشار المرض في المستقبل هي حقيقة تأكدها طبيعة الوباء، ولا يخفى على أحد أن الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية في إريتريا متدنية للغاية، وأن خدمات الإنترنت ووسائل الاتصالات السلكية ضعيفة، وهذا ما سيصعب إمكانية توصيل المعلومات والحصول على الإسعافات الضرورية في الوقت المناسب.
الأماكن التي يتجمع فيها المواطنون كالمدارس ومعسكر تدريب ساوا والمئات من مراكز الاعتقال والسجون هي أماكن معرضة للعدوى وانتشار وباء كوفيد-19. كما أن نمط حياة الجيش ومنسوبي الخدمة العسكرية الإلزامية تساعد أيضا في انتشار هذا الوباء الجامح. كما أن الحصول في الأسواق الإريترية على أدوات الوقاية الضرورية من وباء فيروس كورونا مثل الصابون والقفازات والكمامات ومواد التنظيف والتعقيم بشكل عام أمر غاية في الصعوبة. ولو انتشر هذا المرض بشكل كبير في إريتريا لا قدر الله سيكون من الصعب مواجهته أو السيطرة عليه، وذلك بسبب ضعف إمكانيات إريتريا فضلا عن قلة الكادر الطبي المؤهل ومحدودية الأجهزة المطلوبة في هذا المجال. وعليه فإن من واجب كل وطني إريتريا دعم المبادرات العملية التي تساعد في الحد من انتشار هذا الوباء، كما يجب القيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة كافة التوقعات والنتائج المحتملة. وفي هذا السياق فإننا نرى ما يلي: تشجيع كل المبادرات الصادقة التي تصب في مصلحة شعبنا، وفي هذا الصدد فإننا نود أن نلفت عناية شعبنا في كل مكان إلى توخي الحذر مما يحاولون استغلال طيبته ورغبته في المساهمة في وضع حد لتفشي المرض الجامح في جمع الأموال واستخدامه لأغراض أخرى غير حملة مكافحة هذا الوباء الخطير. إننا نحذر شعبنا في كل مكان من حملات جمع التبرعات المشبوهة حتى لا تذهب أمواله إلى غير الوجهة التي قصدها. بما أن وباء فيروس كورونا الذي لا يميز بين السجين والسجان يعتبر خطرا بالغا يهدد حياة الآلاف من المعتقلين الإريتريين، فإننا نطالب بإلحاح بإطلاق سراحهم فورا. ضرورة تسريح منتسبي الخدمة الإلزامية في معسكر ساوا وغيرها من معسكرات التجنيد والسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم. أن يطالب الشعب بقوة برفع الحظر من البنوك في إريتريا وفق المرسوم القاضي بمنع سحب أكثر من 5,000 نقفة للمودعين، وذلك من أجل أن يتمكن المواطنون من سحب ما يحتاجونه من أرصدتهم المكدسة في تلك البنوك. كذلك ندعو شعبنا للمطالبة باستخدام مداخيل البوتاسيوم والذهب وملايين الدولارات التي حصل عليها النظام من بعض الدول العربية في مكافحة هذا الوباء المعدي. قيام الكوادر الطبية والمؤسسات المعنية بالتنسيق لإيجاد أرضية مناسبة تمكن العاملين في هذا الحقل من مراقبة ومكافحة المرض والمساعدة في الحد من انتشاره من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية والقيام بحملة مشتركة شاملة لمكافحة هذا الوباء. وفي هذا السياق فإننا نشجع الأطباء والكوادر الصحية لإعداد برامج وبدء النشاطات في الداخل والخارج من أجل جمع وتوفير كل أدوات العمل ووسائل الوقاية الضرورية استعدادا لكل التوقعات المحتملة في المستقبل. إن محدودية الإمكانيات العلمية والمادية لدولة إريتريا ستحول دون التمكن من مواجهة هذا الوباء، وذلك فإن تكاتف شعبنا وخاصة المقيمين في المهجر تعتبر غاية في الأهمية. وفي هذا السياق فإننا نشجع العاملين في مجال الرعاية الصحية والكوادر الطبية في داخل البلاد وخارجه أن يتبادلوا المعلومات والخبرات ويتعاونوا فيما بينهم بغض النظر عن تباين مواقفهم السياسية. وإذ ندعو شعبنا في الداخل والخارج إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة لمواجهة هذا الوباء الخطير والمعدي، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن ثقتنا بمقدرة شعبنا من خلال تعزيز وحدته في تخطي هذه المحنة كما تخطى كل المحن والصعوبات في الماضي، فإننا نؤكد له على أننا سنقف بجانبه بكل ما نملك من إمكانيات، وسنسعى جاهدين من أجل التواصل مع الدول الشقيقة التي تأوي لاجئين، وكذلك مع المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجباتها لحماية شعبنا في الداخل والخارج من هذا الوباء الجامح.
فلنحافظ جميعا على سلامة شعبنا. عاشت إريتريا حرة مستقلة. القوى الوطنية الإريترية: 1. المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. 2. الجبهة الوطنية الإريترية. 3. حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. 4. تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي. 5. الوحدة الإريترية من أجل العدالة. 6. التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر. تعود النظام الإريتري تعقب المواطنين بالجبايات للإيفاء بسداد فواتيره المختلفة، وأهمها الإنفاق العسكري وكل التبرعات التي كانت تدخل خزينة النظام الإريتري بمختلف مسمياتها، مثل دعم أسر الشهداء والمعاقين والمجهود الحربي. الآن جاءت فاتورة جديدة عنوانها مواجهة وباء الكورونا. وقد علمت وكالة زاجيلا الإريترية للأنباء زينا إن سفارة النظام الإريتري في الدوحة طلبت من إدارة الجالية تسليم الخزينة بما فيها وتستنفر أنصارها لحملة تبرعات بزعم مكافحة كورونا في داخل إريتريا. وأكدت مصادر لزينا إن سفير النظام الإريتري في قطر شكل لجنة من أنصار الجبهة الشعبية، الحزب الحاكم الوحيد في إريتريا، وحصر مهمتها في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والضغط على وتر الوطنية والإنسانية، استغلالا للموجة العالمية الحالية التي تستنفر لمكافحة وباء الكورونا، دون أن يقدم النظام شيئا ذا بال لحماية المواطنين من الوباء. وفي هذا الصدد طلب السفير من إدارة الجالية تسليم ما في الخزينة بالكامل لصالح الحملة المزعومة حتى يتم البناء عليها في تجميع أموال الحملة، والغرض فيما يبدو للمتابعين رفع رصيد السفير أمام السلطة في أسمرة، وتحمس لجنته المذكورة التي يتصدرها طاهر أري رئيس فرع حزب الجبهة الشعبية في قطر، خاصة بعد استلام الهيئة الإدارية للجالية وتقديم استقالات جماعية مؤخرا بسبب تدخل السفير شخصيا ورئيس فرع الحزب في تسيير شؤون الجالية. السفارة الإريترية في الدوحة تلحق بحملة النظام الإريتري لتجميع التبرعات المزعومة من المواطنين في المهجر، وقد خلا النداء الصادر من السفارة بشعار الجالية في قطر من ذكر الأسماء وأرقام الجوالات وسط إعراض من المناديب، خوفا من القانون القطري الذي يجرم تجميع التبرعات خارج أطر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة. وقد وصفهم السفير كما نقل عنه مصدر موثوق إن هؤلاء غير وطنيين تارة وغير إنسانيين تارة أخرى حسب تعبيره، وبغض النظر عن أي موقف شخصي للإريتريين في المهجر، إلا إن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بنداءاتهم المكتوبة والمسجلة والمصورة خوفا على المواطنين الضعفاء في الداخل، وفي نفس الوقت يتندرون على متاجرة النظام بالأزمة الحالية، حيث لا يمكن لحكومة تتعمد تجميع الناس وإذلالهم في الجبال ومعسكرات ساوا سيء الصيت وتعذيبهم في زنازين تحت الأرض، ثم تطلب التبرع بحجة حماية المواطنين والكلام المعسول لاستدرار عواطف الناس البسطاء. يذكر أن النظام الإريتري يستثمر كل الظروف الضاغطة للقيام بحملة تبرعات يجبر فيها المواطنين الإريتريين على دفع مساهمات محددة، وإلا تتوقف معاملاتهم الرسمية مع السفارة إلا بعد سداد تلك الفواتير المالية الإلزامية المفروضة بداعي ومن غير داعي. ذكرت مصادر إن السجناء تمكنوا من كسر السجن سنبل المكتظ بالسجناء الكائن في العاصمة الإريترية أسمرة عند الساعة 2 من ظهر يوم الأحد 5 أبريل 2020، وفر على إثر ذلك العشرات منهم. لكن النظام الدكتاتوري الإريتري استدعى القوات الخاصة التابعة للمنطقة الوسطى إلى جانب قوات الأمن والشرطة، وتم حصار أحياء سنبل وجغريدا وشويت، وكما سمع دوي إطلاق نار كثيف في هذه الأحياء، فيما قامت هذه القوات بمطاردة الفارين في الشوارع وأزقة الأحياء المذكورة التي كانت خالية من الناس بسبب الحظر المفروض تحوطا من انتشار فيروس كورونا. وذكرت المصادر أن الزي الموحد الذي ترتديه السجناء
ساعد هو الآخر على الإيقاع بهم حتى وهم يحاولون الاختباء داخل منازل المواطنين. هذا ولم يتسنى لنشرة الثوابت التي تصدرها أمانة الإعلام بجبهة الثوابت الوطنية الإريترية التأكد من الخبر من مصادر أخرى حتى نشر هذا الخبر. في كل الأحوال إن النظام أفورقي الدكتاتوري لم يلبي حتى الآن نداءات مواطنيه المطالبة بإطلاق سراح مئات الآلاف من السجناء من أجل حمايتهم من انتشار فيروس كورونا، كما إن منظمات إنسانية إقليمية ودولية طالبت بذلك، لكن النظام الإريتري لم يولي كل تلك النداءات أدنى اهتمام. هذا ويعد سجن سنبل إلى جانب سجن الدخالة السجنان المعروفان بتكدس النزلاء، وأغلب السجون تحت الأرض ولا يعرف أحد مواقعها، مما يجعلها أكثر السجون عرضة بانتشار وباء الكورونا. من هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون الجزء الثالث من المقال الذي كتبه الأستاذ ياسين محمد عبد الله مدير مركز سويرة لحقوق الإنسان تحت عنوان التضامن السوداني مع الإريتريين، تجربة مركز سويرة وعندما يحدث التضامن فرقا كبيرا، ونشره موقع دوليس الإريتري المستقل. فيصل الباقر. عرفت فيصل في فبراير عام 1998 في وقت حزين وعصيب. كنا قد فقدنا قبلها بيوم واحد عبد الحكيم محمود الشيخ. جاء فيصل إلى منزلنا في حي الجوز في الخرطوم ليعزي محمد مدني. كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها فيصل. سمعت وأنا جالس مع مدني في صالون المنزل شخص وهو يبكي بصوت عالي في الشارع، وعندما خرجت لاستطلع وجدت الشخص واقفا أمام باب بيتنا وهو يبكي. فتحت له الباب فدخل وارتمى على مدني وهو يجهش بالبكاء. استمر على هذا الحال لدقائق وكنت أحاول تهدئته دون جدوى. بعد أن هدأ عرفني عليه مدني. عرفت من ذلك اليوم جوهر شخصية فيصل، ومع الأيام تأكد لي الانطباع الأولى عنه: نبل وحس إنساني رفيع. ونحن نضع اللمسات الأخيرة على عملية تأسيس مركز سويرة. اتصلت بفيصل الذي كان يعمل أمينا عاما لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، الذي دعاني لزيارته في مقر المركز الكائن في العمارة الكويتية في شارع النيل. التقيت بفيصل في مكتبه وكان متحمسا لفكرة إنشاء المركز. تناقشنا حول ترتيبات إعلان قيام المركز، واقترح علي أن يقوم بتدريب العاملين في المركز على كيفية القيام بالعمل الميداني. عرفني فيصل في ذلك اليوم بالدكتور مرتضى الغالي عضو مركز الخرطوم، الذي اقترح تعديلا في اسم المركز بحذف الديمقراطية من الاسم ليكون المركز معنيا فقط بحقوق الإنسان، حيث قال إن ذلك سيعطي تقارير المركز مصداقية أكبر أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد أخذنا باقتراح دكتور الغالي. قام فيصل بتنظيم يوم تدريب كامل ل4 من أعضاء مركز سويرة حول كيفية أداء العمل الميداني، إجراء المقابلات مع الضحايا وتوثيق الشهادات. ساهم فيصل أيضا في ورش المركز وقدم مساعدات مختلفة، وظل يقدم للمركز باستمرار دعمه المعنوي والاستشاري. لا زلت أذكر الكلمة التي ألقاها
فيصل في احتفال المركز بتدشين أول تقرير سنوي له في عام 2005. أشاد فيصل في كلمته تلك بعمل المركز وقال إن إصداره لتقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا عمل عجزت عن القيام به منظمات في بلدان أخرى تمتلك إمكانيات بشرية ومادية أكبر من إمكانياته. زمن أكوي علينا وفتح أنا بروحكم وعبايت اللي هو تتأزم وعبايت اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم باسر واتساقم نية الشعب قد تتمم باسر واتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل دي بحمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل دي بحمم حرب كفينا كفينا ينقب تجارب من حرب الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب من زلم دي زلم كفينا كفينا ينقب برد الحلم صبر لك بالكراسي والدلاك الكرسي حلم صبر لك الكراسي والدلاك الكرسي حلم سميت وانكري قبيلنا لزلم إريتريا لتلم سميت وانكري قبيلنا لزلم إريتريا لتلم تكفينا كفاءة حديد الإسلام إريتريا تكفينا كفاءة حديد الإسلام مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم.
نترككم في رعاية الله وحفظه. قرحت يخن نقر واقيت من ولو قرحت يخن نقر رايحة حداي ننسك حواتي نعلك بابا نسانين فاقر ندحنا تزاهق نسانين فاقر ندحنا تزاهق حشوق شوخ ينبل منفسنا في شبال حزبنا في شبال حشوق شوخ ينبل منفسنا في شبال حزبنا في شبال واقفني ولو يعني ولو واقفني ولو ححني ولو هزب زبلالي يعني ولو هزب زبلالي ححني ولو واقفني ولو يعني ولو واقفني ولو ححني ولو هزب زبلالي يعني ولو هزب زبلالي ححني ولو